عشان لما تتخلص هتشتغل. خلصت في 2005 قالوا لا، ده احنا وقفنا التعيينات في 2003. هقعد في البيت. اشتغلت في البلد شغل البلد ملوش لازمه، جيت اشتغلت هنا. قالوا لا، ده في دوره في حلوان عشان اللي خلصوا كليه نشغل. الدوره دي كانت في 2009، يعني بعد 4 سنين من التخرج. خدنا الدوره، مواطن مصري اشعر بالظلم، ما اشتغلش رغم ان هو ليه مكانه، وفي ناس بتطلع من البريد بس ما بيشتغلش. قال يجي الغردقه. اشتغلت في مجتمع رأسمالي ظالم، ظلمني. بشتغل اكتر ما باخد، وبيضحك عليا، وانسان مصري يشعر بالظلم. طيب الناس المظلومه مش حد حاسس بيها. مين اللي هيرفع الظلم؟ يعني مين هيرفع الظلم على المظلوم؟ مش عارف. انا حتى انا شغال في المكان اللي شغال فيه، لا داعي لذكر اسمه، بس في ناس عارفه ممكن انا شغال فين. بنهرج زمان مع بعض. ايه اللي بعد 25 يناير؟ سؤال كده، في شيء من السخريه. احنا كلنا بنقول 26 يناير. انا مش حاسس بحاجه، بالعكس. قالوا ان احنا بدل ما مرتبك كان كذا هندي اساس صغير وتبقى نسبه كبيره. لما الاحداث حصلت والبلد وقفت قالوا لا، احنا هنلغي النسبه، وشويه نلغي بدل السكن، وشويه نلغي بدل السفر. طب هنلغي بعد كده؟ والاكل. انا كنت بتكلم مع حد من الناس اللي في المكان اللي انا فيه، لا يرتقي الى المستوى الاعلامي اساسا. الفطار جبنه ومربى وشاي ثابت ما بيتغيرش. لا مش بالظبط جبنه ومربى وشاي. الظلم هيتشال ازاي؟ طيب شكرا جزيلا. وده يرد على شويه استاذنا استاذ القانون الدستوري، انه ثوره 25 يناير واللي حصل ما انتهاش ومش هينتهي ان احنا نركز بس على احنا هنواصل اكتساس الثوره لحد ما نشيل الفساد الكبير. لكن اللي انا بقوله، واللي دي رساله اللي احنا متجمعين في الحزب علشانها، ان انت وزمايلك لما تتحدوا مع بعض وتتجاوزوا حاجز الخوف وتطالبوا بحقوقكم وتفعلوا هذه الحقوق، ومجتمع بحاله يكون وراكم، هيتشال الظلم. لو انت فضلت لوحدك تشكي وهو يشكي، واحنا قعدنا 30 سنه ننكت على مبارك ونشكي، مش هيحصل حاجه. لما هنتكلم، لما هنقول، لما هنطالب حقوقنا، لما هننظم نفسنا، هنقدر المجتمع يتغير. مفيش حد يحمي. واحنا لما كنا في الميدان وكنا بنضرب بالنار كان في حد بيحمي؟ لازم خطوه شجاعه. ما انا فاهم انت هتقعد في البيت لو طلعت لوحدك. لكن دلوقتي ايه الميزه بقى ان الثوره دي حصلت؟ ان دلوقتي ابتدت الناس تطلع، وابتدت الناس تتكلم، وابتدت الناس تجمع نفسها. لما يبقى في بقى لا نخلص من كل عيش. يعني لصاحب بالظبط. انت لما يكون في حزب وراك، لما يكون في حقوق انسان وراك، لما يكون في محامين وراك، هتلاقي احساس بالحمايه. يعني من زمان واحنا بنعمل الحكايه دي. احنا كنا في منظمه حقوق الانسان، كان في قطر بيعدي في بلد وطفل، وفي سور في خرم، طفل يعدي القطر ياكله. كل اسبوع طفل يموت، والناس مش عارفه تطالب بانه السور ده يتسد. لكن لما احنا علمنا الناس حاجه بسيطه جدا، ان ده من حقك، وفهمناهم حقوقهم، وعرفناهم انه لما 3 4 5 6 منهم يروحوا يعملوا شكوى هياخدوا حقهم. فعملوا شكوى فمشوهم وانتهروهم وبتاع، علمناهم ان في فوقيهم، فضلوا وراه والسور اتسد. حاجه بسيطه جدا حصلت. المجموعات ده بقى فكره الديمقراطيه الاجتماعيه، ان انت لما تجمع المجموعه اللي معاك، الشركه ما تقدرش ترفض 100 عامل 1000 عامل، تقدر ترفض واحد لو اتكلم، تقدر تستغنى عن 5. لكن لما تلاقي ال 3000 عامل نزلوا ولا ال 1000 عامل نزلوا واللي جنبهم نزلوا، وانت العمال اللي زيك في القرى الثانيه نزلت وتكونوا، مفيش نقابه للعمال هنا في الاماكن السياحيه، مفيش نقابه للعاملين في مجال السياحه. لما يكون في نقابه ومعاها محامين ومعاهم حزب
ولو الراجل ده عمل حاجه هيلاقيها بكره في الجرايد، هيلاقيها بكره في التلفزيون، وهيلاقي بعده اللي بيطالب انت جبت فلوسك دي منين؟ مش هيقدر يستغلها. فالحل ايه؟ الحل انك يكون في شجاعه، تنظيم للنفس، اتصال بيننا وبين بعض، ومعرفه حقوقنا ومعرفه اليات اخذ الحقوق دي. فهمت ازاي؟ من غير كده هنفضل حقوقنا بتتاخد. السلام عليكم. أسامة عبد العظيم، مواطن مصري. بالنسبة لحضرتك اللي بيحصل دلوقتي، فعلا يا جماعة الثورة لسه ما خلصتش. فعلا الثورة لسه ما خلصتش. أول حاجة إن فلول النظام، وأنت تعرفوا مين فلول النظام جيدا، بيعرقلوا الثورة بشتى الطرق، وإحنا مش عارفين نسيطر على الموضوع ده. تمام، مش عارفين قيادة واحدة، يا جيش يا دكتور عصام شرف، الناس دول كتر خيرهم، بس برضه مش عارفين الفلول النظام ديت بتعرقل العمل بتاع الثورة. آخر حاجة، آخر مهزلة حصلت بالنسبة للشغل بتاع الثورة، إن في قرار نازل من هيئة الطيران المدني، إن هيئة الطيران المدني بتمنع أي مواطن إن هو يدخل مية وكهرباء إلا بإذن الطيران المدني. فيا فندم دي أكتر يعني آخر سبيل إن فعلا في حد عاوز يعرقل البلد دي، إن معنى هذا الكلام القرار معايا هو ده معناه ان لسه الفلول النظام موجوده ولسه بتعرقل الثوره. احنا طبعا اول حاجه لازم نتحد، دي نقطه، وبالذات في الغردقه. يا فندم لو احنا سيبنا الغردقه بالوضع ده هترجع النظام تاني، وهم يعلموا مين جيد النظام، هيرجعوا ويسيطروا على البلد دي تاني. تمام؟ لان اعضاء مجلس الشعب وانت عارف مين، كل واحد يمتلك اكتر من 5-6,000 صوت. فاحنا اول حاجه لازم نتحد، والناس القيادان في القاهره ارجوكم لازم نحاول نشوف نقضي على فلول النظام في القاهره. شكرا. مفيش سؤال، ده هو انا موافق معاك. انا موافق. دكتور ايهاب، انا ايمن هنيدي من الغردقه، وبعتبر نفسي يعني ساهمت في الثوره، وكان في ثوره في الغردقه وكان في حاجات كويسه. اولا برحب بحضراتكم وبالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالغردقه، وانا بعتبر نفسي انا ومجموعه من اصدقائي من اول ما احنا كنا منتظرين كل الشهور دي ان يطلع حد من الناس اللي احنا بنحترمهم واللي احنا بنقول ان يكون حزب، عشان احنا بقى لنا داخل على 50 سنه. كان نفسي ان انا امارس سياسه، نفسي يعني. الحمد لله ما هو فيعني فمنتظرين كل الشهور دي ان حد يطلع، احنا متابعين. انا عارف الثوره هتستمر وان شاء الله هتقضي عليها لو احنا مشينا ورا السياسه، يعني نظام سياسي محترم زي ما حضرتك يعني كده. فانا بعتبر نفسي ان انا من رجاله الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الغردقه من اول ما عرفنا بالافاضل الموجودين فيه، وانا كل المجموعه كلها. السؤال انا ليا بس 3 حاجات، ودي حاجات فعليه وعمليه بالنسبه للحزب. انا كنت قاعد لما سمعت حضرتك بالنسبه للشركات مع موظف من فندق، موظف بسيط، فبيسالني على طول بعديها بيقول لي الاشتراك كام في الشهر؟ انا بس عاوز اسمع من حضرتك عشان نشوف اذا كان بس تقل او يعني ديت هتبقى مخيفه شويه. لا ده مبدئيا يعني. هو انا سمعت 30 في الشهر. لا 10 رجال اعمال. لا 30 لاعمال حره. اعمال حره. ما هو بالنسبه لنا هنا اللي شغال في الفنادق اللي مش في الحكومه احنا هنا بيتقال عليه ان هو عمل حر. لا فانا بس يعني بعدين انا انت اللي هتحدد انت في انهي واحده. جميل. انا بس عشان ايه اخفف العامل المادي، لان الكل ده حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه ودي اللي احنا عاوزينها باقصى سرعه، لان المضاد شغال في الارض في الحكومه. المضاد اذا كان ديني او اذا كان اللي هو الاحزاب الحزب الوطني الدفاع يعني شغالين يعني، والثوره شغاله كلهم شغالين، عمالين بيجهزوا اوراقهم كده. فاحنا بنطالب باقصى سرعه بمقر في الغردقه سريعا، حتى لو حاجه صغيره بسرعه نبدا ان احنا تاني. تمام، ما هنعملها وان شاء الله ان كل حاجه موجوده. الحاجه الثاني الجهاز التنظيمي للحزب في المحافظه، حاجات زي كده برضه بنطالب حاجات سريعه بسرعه ولا يكون جاهز يعني. الف شكر. تتحروا على الهيكل يا فندم. احنا قلنا طلبه وعمال وفلاحين ب 10 جنيه، وانت اللي هتقول انا في الكاتيجوري ده ولا لا. 10 جنيه في الشهر مش كتير يعني. في ناس بتقول حتى ممكن تطلب 5 جنيه وهتمشي برضه.
اللي بيقول انا مهني يعني طبيب وبتاع، لكن ممكن واحد مثلا بكالوريوس، انا شفت ناس بتشتغل عمال وهي بكالوريوس حقوق وليسانس حقوق او بكالوريوس طب وبتاع، بيشتغل عامل، فهو عامل بصرف النظر عن هو ما انا فاهم. فاذا انت اللي هتحدد الكاتيجوري بتاعك. 2، احنا هيكون في استمارات جت دلوقتي فورا، والاستاذ مازن من المتحمسين للحزب، فهيبقى المكتبه بتاعته بتتلقى مزيد، وحضرتك استاذ ايمن هنيدي مزيد من الاستمارات. اول لما يبقى في حد مستعد يدينا مقر بايجار زهيد او تبرع، هيعتبر ده المقر بتاع الحزب. لما يكون في عدد فوق ال 100 او 150 او 200 مستعدين يشتغلوا هنا، هينزل مجموعه من لجنه التنظيم في الحزب وتعمل مجموعه تاسيسيه. لما العدد يوصل، اظن في الغردقه مش هنحتاج ان احنا نوصل لاكثر من 1000، هيبقى في انتخابات. اول لما يبقى في يعني هيبقى في لجنه او امانه الغردقه بالانتخابات، مش بالتعيين ولا حاجه. فلما يبقى في 1000 عضو هينتخبوا مين الممثل الغردقه وكده. ففورا اول هم عندهم اتصالاتنا، مازن والمجموعه عندهم تليفوناتنا، اول لما يبقى في عدد كافي هنبعت مجموعه تنظيميه من مصر هتحط الاليه التنظيميه لتاسيس الحزب في البحر الاحمر. خلاص شغال. لا والله انا ليا تعليقين وسؤال. التعليق الاولاني ان الرئيس مخلوع مش مستغني ولا متخلي. حكايه متخلي دي بالظبط زي اللي قال في خناقه شيلوه من عليا نموته. تمام؟ فهو مخلوع بارادتنا وارادة مصر اللي كانت موجوده كلها في الميدان، سواء هل بقى اللفظ هل هو اللفظ بقى كان مخلوع مستغني، هو مشي بارادتنا وغصب عنه وضد ارادته وضد اراده النظام بتاعه. ده التعليق. السؤال بقى ان انا النقطه بتاعه توزيع الثروه من اعلى الى اسفل دي لغايه دلوقتي انا مش مستوعبه. هل معنى كده ان انا كراجل راس مالي غني ومعايا قرشين كويسين وعندي كام واحد شغالين عندي ابتدي اقلق؟ ولا هيبقى في حضرتك بنتكلم على المثال تطبيق يعني هي مش اشتراكيه زي بتاعت لا ما فيهاش علاقه. تمام. كمان يعني شكرا جدا. كمان يعني النظام القديم ده كان حاجه نهيبه يعني. لا مفيش تأميمات، ولا احنا بننادي بالتأميمات، ولا حد أقصى لنمو الاستثمار ولا الحاجات دي كلها. احنا بس بنقول ان الراجل ده هيدفع ضرائب معقولة على اللي هو بيكسبه، وهذه الضرائب سيعاد استخدامها بطريقة فعالة لإنتاج الناس بتاعنا. واحنا نتمنى لك التوفيق بصفتك مرشح الرئاسة يعني.